رجع لكم المتميز الموهوب اللي مهما الواحد يتكلم عنه مش هيديله حقه، محمد سلام. لحد دلوقتي مش عارف ازاي الراجل ده كان قاعد في بيته وسايب لنا الساحه بالشكل ده. انا حسبت مصاريف ال5 عيال، فلو قلنا ان هو يحتاج في الاسبوع 3 بامبرز بنميت 6 في اليوم، يعني البامبرز بس اكتر من مرتبي. ده انت كل خطوه بتاخدها كده اضرب في 5. وحش قوي النوع ده يا استاذ، ما تجيبوش. يا ستي وحش ولا حلو احنا هناكله وفي الاخر يعني هيتملي ايه؟ افرضي بقى سافرت وما لقيتش شغل، تعمل ايه ساعتها؟ انت بتعمل ايه هنا برضه يا محمد؟ بعد اخر حلقه من مسلسل كارثه طبيعيه اقدر اقوله بكل ثقه ان المسلسل ده غطى على كل اللي نزل قبله وهيغطي على كل اللي نزل بعده. مسلسل متكامل من كل شيء وصادق مع نفسه. وعدنا في اول حلقه ان الجونرا بتاعته هتبقى دارك كوميدي، واوفى بده واحد من اتقل مسلسلات الكوميديا السوداء اللي شفتها في حياتي. انت بتضحك من الموضوع لانه متقدم بشكل ساخر، لكن لو فكرت فيه بجد هتعيط وهتزعل. حاجه كده عامله شبه فيلم عسل اسود، انت بتضحك من قلبك لكن فكر في الفيلم كده هتلاقيه انه يحزن جدا. كم مشاعر مختلطه واحداث تخليك متفاعل معاهم بكل عواطف. تاني حلقه وانت حاسس كم المعاناه اللي هم فيها حتى لو انت ما اتجوزتش او ما خلفتش. انا بقالي فتره مبطل فيديوهات ومسحول في حياتي ومش عارف اطلع اتكلم ولا اصور، بس الصراحه ما قدرتش افوت ان انا اطلع اتكلم عن المسلسل ده. كل تفصيله في المسلسل معموله بصدق وواقعيه، من اول حياتهم المتوسطه اللي شبه ناس كتير جدا. مش جايبين مثلا زوجين عايشين في كومباوند وهو بيشتغل في شركه مالتي ناشونال، او في ادعاء للمثاليه بشكل مثلا يخليك قاعد متضايق. لا خالص، شاب عادي جدا شغال موظف خدمه عملاء اللي 60% من الشباب في مصر بيشتغلوا فيها. بيت ايجاره بيزيد عليه وحياته بايظه من كل اتجاه، ولحد ما بتحصل الكارثه انت حاسس الناس دي قريبه منك وشبهك جدا. والمؤلف احمد عاطف فياض ما حاولش اللحظه انه يجمل لك الواقع او يعيشك حاجه مش حقيقيه مثلا، لا ده فيه اهتمام في كل شيء، لدرجه انه بيوريك ازاي البيت مبهدل وان الزوجين مش عارفين يهتموا بنفسهم. هتلاقي مثلا في مشاهد كتير جدا ولا مره محمد سلام غسل وشه قبل ما ينزل، ان شروق مراته مش عارفه تسرح شعرها ومش عارفه تهتم بيه، مش عارفين ياكلوا كويس ويناموا كويس، جسمهم مكسر ومرهقين. ده كحال اي حد لسه مخلف جديد، ما بالك لو 7. احمد عاطف فياض بياكد موهبته ككاتب سيناريو شاطر بعد مسلسل بلط، وبيقدم لنا قصه وحدوته بسيطه ولكن تعقيدها في بساطتها، وان هي ممكن تحصل لاي حد. والضحك نفسه بيطلع من قلب الحدوته، يعني مش بنحزق في الافيهات عشان خاطر نضحك، لا ده احنا بنشتغل وبنبني موقف والضحك بيطلع من قلب الموقف نفسه. ودي اصعب انواع الكوميديا، ولكن الكوميديا دي بتعيش. وازاي انك تقدر تخلق تعقيد في الكتابه، ان كل ما يبقى فيه شويه امل نلاقي احباط متكرر. وده تكنيك مشهور قوي في الكتابه، ده بان في مشاهد كتير قوي منهم مثلا زي صرف اللبن لما راحوا عشان يتفاجئوا ان هم هياخدوا عبوتين بس ل7 اطفال، وبعدها تاني لما جالهم دعوه من البرنامج وفرحوا ان هم في حد هيسمع مشاكلهم، ولكن برضه احباط متكرر. لحد مشهد مقابله الوزير، لحد ما قلنا بس هي دي النهايه اللي هتفرحنا بعد كل اللي مروا بيه، لكن كالعاده بتتصدم بالواقع الكئيب. حتى مشهد النهايه ده هدفه ان هو يوصل لك ان في شويه تفاؤل، وعشان خاطر المسلسل ما يقفلش بدرجه الغمقان المهوله دي، مجرد بصيص امل وتتويج لفكره ان ليه لا، انه لسه في احتمالات وانه لسه في امل، ويا تصيب يا تخيب. عايز اتكلم كمان عن المخرج حسام حامد اللي قدم نفسه بشطاره اخراجيه في اول تجربه ليه، وان شاء الله تكون فتحه خير ليه وينطلق من بعدها. اهتمام بكل التفاصيل في المسلسل وتركيبه كل شخصيه، حتى كادرات التصوير زي مشهد الطوارئ مثلا لما محمد سلام كان بيكلم الممرضه. وعجبتني قوي حركه شكر الممثلين اللي كانت بتتعمل بعد كل حلقه، تفصيله مهمه قوي ولازم الواحد يشكره عليها. عايز اتكلم برضه عن جهاد حسام الدين، دي هي شاطره وتليق في ادوار كتير، وعملت دور الزوجه اللي برغم انانيتها في قرار الخلفه وانها على طول محسساه بالتقصير والعجز، الا انها في اوقات كتير كانت بتسنده وبتشجعه زي موضوع السفر. الحقيقه عجبني دورها جدا وعملته بشكل حلو. كمال ابو ريا يمكن الدور ده اعاده اكتشاف ليه، انا واحد من الناس ما كنتش اعرف ان جواه طاقه كوميدي بالشكل ده، وده دليل ان الفنان الحقيقي ممكن يبقى عنده طاقه تخرج مع الورق الصح والاخراج المظبوط. وعمل دور الحما اللي دايما معلق فشله على جوزها وانه على طول بيقلل منه كل ما يجيب سيرته عشان يحسسه انه مقصر ومش بيعمل حاجه، كانه بيبرر عجزه وقله حيلته، ولكنه عمل الدور بشكل حلو قوي. وكان في مواقف كتير طلع منها كوميديا خطيره، وطبعا كل الشكر للفنانه ناديه الجندي. شبه نادية الجندي ازاي بس؟ نيجي بقى لمحمد سلام واللي اكيد شهادتي فيه مجروحه كممثل. هو انت مستحيل تشوفه وما تحبوش، ربنا صارف له قبول، ربنا يديمه عليه. انا ولا بكلمكم عليه فنيا ولا اي حاجه، انا بحب اشوف محمد سلام ومبسوط برجوعه اكتر من اي حد، ان هو يستاهل مكانه اكبر من اللي هو فيها. ويمكن كل اللي هو مر بيه والاحداث اللي حصلت دي يخليه يعيد اكتشاف نفسه من جديد وتفتح له ابواب تانية يثبت فيها انه واحد من ممثلين مصر التقال قوي، ومش بس في الكوميديا. بالعكس محمد سلام ممثل دراما تقيل قوي، واللي شاف دوره في مسلسل ابو عمر المصري هيفهم كلامي. الحقيقه انا مبسوط جدا برجوعه، ومبسوط ان في كلام انه عنده مسلسل في رمضان، وحشنا طلت محمد سلام في رمضان سواء مع دنيا سمير غانم او مكي. فحمد لله على السلامه يا فنان يا موهوب يا كبير قوي، وربنا يعوضك خير بان مسلسلك كسر الدنيا والناس كلها حبته. وما ينفعش اتكلم عن الكاست من غير ما اتكلم عن حمزه العيلي، هو واحد من الممثلين اللي انا بحبهم وبشوفه عبقري ومبدع في اي دور بيعمله. واي حد شايف ان هو بيبالغ في الكوميديا او ما بيعرفش يعمل دور كوميدي هيغير رايه بعد المسلسل. ممثل تقيل وهتحطه في اي مكان هيبدع فيه ومش هيخيب ظنك. كان عامل دويتو حلو قوي مع سلام. الحقيقه احلى حاجه في المسلسل ان هو واقعي وصادق، سواء مثلا مشاهد البرنامج اللي هو واضح ان هو تلميح على برنامج توك شو مشهور
قوي دلوقتي، بيوريك ان برامج التوك شو دي قد ايه بتكون فيك وهدفها الاول هو المشاهدات، وما بتهتمش بمشاكل الناس ولا ان هي تسمع صوتهم، وصولا لمشهد محمد ممدوح وقد ايه كان واقعي وحقيقي جدا، وبيوريك ان كتير من الناس اللي عندها ضمير للاسف ده بيكون حلهم، وصولا للمشهد اللي بيطبطب علينا كلنا وهو ظهور النجم احمد مكي، واللي بمشهد ما كملش الدقيقه اثبت قد ايه انه ممثل عظيم وصاحب جدع، وانه يقف مع صاحبه محمد سلام مرتين ايام الازمه ووقت ما كانش بيتعرض عليه اعمال والمنتجين بيتهربوا منه، ساعتها مكي اخده في مسلسل الكبير ودعمه وشجعه، وتاني مره بيظهر في مشهد من اجمل ما يكون عشان يكون احسن ختام لمسلسل بالحلاوه دي. شكرا لكل صناع العمل، كنتوا ضيوف خفاف ولزاز، كدتوا علينا بس نورتونا وضحكتونا. بعد ما المسلسل خلص وال10 حلقات بقوا متوفرين على منصه واتشت وعلى المواقع، ده احسن وقت تتفرجوا عليهم ورا بعض عشان تحسوا بطعم المسلسل. واخيرا عايز اتكلم عن رفقاء الرحله والمشوار مع محمد سلام اللي كانوا معاه من البدايات واجتهدوا وعفروا وتعبوا مع بعض لحد ما بقوا نجوم العيون كلها بتشاور عليهم ومكملين رغم السنين لحد ما كان ظهورهم معاه هو اجمل حاجه حصلت في المسلسل. والصراحه انا شايفها صحاب جم يباركوا لصاحبهم في اول بطوله مطلقه ليه. للي ما يعرفش ان محمد فراج ومحمد ممدوح الاثنين كانوا نفس دفعه محمد سلام ونفس الجيل وكانوا في نفس مركز الابداع تحت ايد الاستاذ خالد جلال، واكيد ظهورهم في البطوله الاولى لصاحبهم كان من محبتهم ودعمهم لصاحبهم قبل اي حاجه. ونفس الكلام ينطبق على حمزه العيلي اللي برضه بيحب وبيحترم محمد سلام جدا وبيتكلم عنه دايما بكل احترام وحب في كل لقاء. اما احمد مكي ده قصه تانية لوحده، وحقيقي يا بخت اللي عنده صاحب زي مكي لانه يعتبر اول واحد امن بسلام ودعمه وعطاله الفرصه في طير انت ولا تراجع ولا استسلام ومسلسل الكبير قوي، وحتى بعد الازمه اللي حصلت له والكل اتخلى عنه ما عدا مكي واصر انه يكون معاه في مسلسل الكبير قوي. وحتى انا فاكر ايامها المسلسل كان عليه حملات ممنهجه في رمضان، واللي جانا على الفيسبوك كانت بتشتم في المسلسل لاسباب بس شخصيه مع محمد سلام، واخيرا بيطلع معاه في المسلسل عشان يقف جنب صاحبه ويقول له انه معاه وبيدعمه. فحقيقي يا بخت اللي عنده صحاب زي مكي وسلام. وبس كده، لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه. سلام.